دي بقى حلقة النهاردة، هي المقرمشات ما شاء الله جميلة تحطيها. شفتي الفنكوش بتاع زمان؟ اسمعي بقى الصوت والقرمشة، وانا رشيت عليها بهارات بالجبنة وبهارات بالشطة تحفة كده بعد ما اتحمرت. شوفي اسمعي بقى الصوت، شوفي صوت تحفة، الصوت خيال بيقرقش كده. شوفي والله مقرقشة، شوفي جميلة. وبرده النوع ده ما شاء الله تحفة وجميلة، وشوفي خفيفة تسالي اهي. دي احلى من اللي احنا بنجيبوها من بره. شوفي الصوت وخفيته وكفايه النظافه بقى اهي. شوفي يعني انا ايه تقرقشيه، تبصي بتقرقش اهي، سامعه؟ ودي لسان العصفور. دي كانت انواع التسالي بتاعت النهارده اللي عامله ترند على اليوتيوب والدنيا كلها عملتها ما شاء الله اهي. ما شاء الله. اتفضلي بقى، وتكون حلقه جميله وسعيده عليكي، ويا ريت بقى توصلوني كده ل 10000 مشترك قبل العيد. دي يعني امنيه مني، يعني من اختي لاخواتها، ده مش يعني بتطفل عليك ولا حاجه. اتفضلي يا رب وتكون مشاهده سعيده عليك. النهارده بقى هعمل معاكم المقرمشات او التسالي، او عامل زي الفشار، عامل زي الفنكوش، تقولي عليه زي ما تقولي. هعمل، في ناس بتعمل منه رز، في ناس بتعمل بالمكرونه، انا هعمل بالمكرونه اللي هي الاقلام ده اهي، وهعمل لسان عصفور، وهعمل مكرونه من اللي هي الطويله اللي هي الاسباجيتي. معايا مقاديرها ايه؟ معايا الثلاث انواع دي. لو عايزه رز اغسلي كوبايه رز واعمليه، ومعايا ربع كوبايه من الزيت، والبهارات زي ما انت عايزه. معايا مرق الدجاج، ومعايا بهارات بتاع اسمه ايه، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ، وبهارات برضو ديت برضو للمقرمشات دي، وملح. دي بس مكوناتها، وميه بتغلي على النار. تعالي معايا على النار وهوريكي ايه هنشوفه ايه. الميه بتغلي اهي، هنزل بكل البهارات ده اهي ما شاء الله كده. وايه كمان، وهنزل بربع كوبايه من الزيت اهو، ربع كوبايه من الزيت. هتبقى معاكي حاجات خفيفه وفي نفس الوقت نظيفه وانت ضمناها في البيت. في ناس بتحط المكرونه كامله، بس انا بصراحه بحبها ايه، يعني على 3 اهو كده، عملتها على 3 بس. ومش عايزه المكرونات تطيب قوي، يعني ايه، نص طياب. انا هوريها لك برضه اهو، دي 3 برضه اهو. كل نوع مكرونه هتسلقيه لوحده، يعني الاسباجيتي لها طياب وديت لها طياب. خلاص اهو ما شاء الله تبارك الله. كده هتقلبيها بقى وهتعمليها والعيال هتحبها جدا. بصوا كفايه النظافه، كفايه النظافه اهو كده. خلاص انا نزلت بكميه المكرونه اللي معايا، وهتقلبيها بقى، وعايزاها نص او يعني ايه مش طيبه قوي ما شاء الله اهو. ويعني بتطلع معاكم جميله وخفيفه وبتبقى حلوه والعيال هتحبها، وكفايه بس ان انت ضامنه النظافه بتاعتها اهو. قلبي بقى، هتاخد ايه 5 دقايق تغلي، وهتقومي مطلعاها ونصفوها من الميه، وهتكملي بقيه الطريقه اللي هنعمله بيها. هتحسي ان انت بتاكلي اجمل مقرمشات وانضف مقرمشات بتاكلي ما شاء الله، على الجمال وعلى الخيال. وكده ما شاء الله المكرونه اهي طابت 3/4 سليق يعني اهو. اصفيها كويس من الميه، اهم حاجه التصفيه. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزه فيها ميه خالص. وبعد ما اصفيها اهو، هنزل بالكميه اللي انا عايزاها من النوع التاني كده. خلاص هبدأ بقى انزل من النوع التاني. وكده ما شاء الله طلعت المكرونه اهي وصفيتها من الميه جميله اهي. هبدأ بقى احط النوع التاني اللي هي ايه، الاقلام. وهتسيبيها برضو في نفس، لو الميه لقيتيها قلت زوديها، لكن هي كبهارات هي فيها بهاراتها وفيها كل حاجه ما شاء الله. يبقى احنا عملنا الاسباجيتي وعملنا ايه الاقلام اللي هي بتاعت البشاميل ما شاء الله. كده معانا نوعين، وريحتها مش عايزه اقول لك على ريحتها لان انا مبهراها تبهير حلو. البهارات بتاعتها جميله جميله كده. برضو 3/4 سوا، وهطلعها وهبدا احط لسان العصفور مع في نفس الميه، في نفس الميه. تابعوا معايا. وكده ما شاء الله النوع الثاني من المكرونه برضو ما شاء الله اهو 3/4 سليق، وهصفيها من الميه اهو. الميه ريحتها تحفه تحفه كده اهو. صفيها خالص، اهم حاجه شوفي
نازله اصلا ما شاء الله، مش واحده ماسكه ببعضها اهي. ليه بقى؟ عشان انا طول ما انا واقفه بقلب فيه. دي اهم حاجه واهم خطوه، ان انت طول ما انت واقفه ما تسيبيش المكرونه تعجن منك، لا، طول ما انت واقفه تسلكيها من بعضها كده كده اهو، تقليب بالمعلقه على طول كده. خلاص عملت نوعين من المكرونه، هنزل بنوع ثالث وهو لسان العصفور. يبقى انا كده عملت 3 انواع، لسان العصفور والمكرونه. لسان العصفور هنزل بيه اهو ما شاء الله، كميه بقى اللي انت عايزاه. برضه هتديله 3/4 سليم، مش عايزاه ايه سوا كامل ما شاء الله، مش عايزاه سوا كامل. خلاص وكده بعد كده بقى خلاص كده ايه، وصفتنا نصها خلص. وكده ما شاء الله لسان العصفور برضه اهو طاب اهو 3/4 سوا برضه. هتفردي كل الحاجات دي على صينيه كامله، صينيه مفروده خالص. اهم حاجه انا مش عايزه ميه نهائي، ميه مش عايزه، يعني صفي على قد ما تقدري خالص اهو. تعالوا بقى كده نفردوها مع بعض اهو خلاص. وكده ال3 انواع بعد ما خلصت السليق بتاعهم 3/4 سليق ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ هجيب الطبق ده كده وهنزل بالمكرونه، والمكرونه مش عايزاها تكون ايه، شوفي مفرفره ازاي، مش عايزاها بقى تكون ماسكه في بعضها، لا ده انا اهو ما شاء الله. شوفوا جمال بقى المكرونه والحاجات ديت، هتلاقيها تحفه كده. افردي بقى، مش عايزه مكرونايه ماسكه في التانيه كده اهو. انا بعمل كل حاجه قدامكم والله اهو، مفيش حاجه بعملها من وراكم، عايزاها تنشف خالص كده اهو. وادي النوع التاني ما شاء الله برضه اهو، صفيته من الميه خالص. وهتقومي ايه فردها، وهتسيبيها في المطبخ، بس غطيها بشال مطبخ اللي هو الابيض اللي احنا بنستعملوه عشان دبان حاجه ما يجيش عليها. وهاجي معاكم بعد ما الحاجات دي تنشف، هاجي معاكم ايه اكمل الحاجه. ولسان العصفور اهو، بس هفرده على صينيه تانية عشان دي الصينيه دي خلاص ايه يعني كده خلاص ما ينفعش احط عليها اكتر من كده. هجيب صينيه اهو، تستنوا وايه هوريكم. وده اهو لسان العصفور اهو، هفرده برده بكل سهوله كده. ليه انا خليت لسان العصفور في اخر السليق؟ لان لسان العصفور بينزل نشا كتير عن المكرونات، فلازم دي تخليه اخر حاجه في السليق اهو، عشان الميه ما تنشيش منكم كتير، يبقى فيها نشا كتير. وتفردي بقى على قد ما تقدري. انا عايزاه يرجع ناشف زي الاول، زي ما يكون لسه طالع من الاكياس بتاعته كده. بقى هخلص الكميه وانشفها، وهرجع معاكم بعد ما الحاجات دي كلها تنشف. وكده ما شاء الله بعد ما عملت المقرمشات اللي هي المكرونات ونشفت، شوفوا بقى المكرونه بقت عامله ازاي، كانها رجعت نازله لسه من الكيس تاني ما شاء الله. شوفي امسكي المكرونه هي كده، هتعمليها كده اهو. شوفي اسمعي بقى الصوت ده اهي، سامعه كانها لسه انت مفضياها من الكيس. ودي برضو شوفي اهي حديد. وادي لسان العصفور. دول ال3 انواع اللي انا عملتهم في زيت سخن، وهتقومي ايه نازله بيهم وهوريكم اهو. تعالي كده، والزيت سخن، وهتقومي واخده المكرونه كده اهو ما شاء الله، وتقومي ايه نازله بيها في الزيت كده اهو. شوفوا بتعمل زي الفنكوش اهو، شوفوا زي الفنكوش بتاع اللي احنا بنجيبوه من المحلات، بس دي بقى حاجه نضيفه اهي، بس ما تغمقيش اللون قوي اهو كده اهو ما شاء الله. شوفوا هي الفنكوش بتاع اللي احنا بنشتروه من بره. وتحطي كمان كميه كده اهو وتعملي بقى ما شاء الله. عايزه تحطي بقى بهارات بطعم الشطه والليمون، بهارات بطعم اللي هي الجبنه اللي انت عايزاه. ادي النوع الاولاني، وهحطه كمان. شوف ما شاء الله، هوريكم كمان حبه. ساعه ما بتحطيها بتنفش على طول اهي. شوفي اهي، تفرديها بس كده حلو. شوفوا بتعمل ازاي ما شاء الله، جميله ما شاء الله على طول. قلبي بس كده اهو، بتنفش بسرعه جامد اهي، كانها تنكوش زي ما يكون فيها سحر.
ما شاء الله. مش عارفه بقى، ما شاء الله جميل طعم وريحه. شوف كلمه الطاسه ازاي. الله على الجمال وعلى الحلاوه. الله شوفي الحبه صغيرين تلاقيها ماليه الطاسه في ثواني. بس ما تغمقيش اللون بتاعها. هي الفنكوش بتاع زمان اللي احنا بنشتروه. العيال بيقولوا ده هي الفنكوش. هتشيليها كده اهو، وهتحطي النوع المكرونه بقى التانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاقلام. خلاص كده، خلاص دي خلصت ما شاء الله. واقل كميه بترمي يعني ما شاء الله. شوفي بقى ديت اهي. اسمعي بقى، شوفي ما شاء الله. شوفي سبحان الله، حاجه غريبه تقوم نفش على طول اهي. جميله اهي. اللهم بارك. عسل، شويه بهارات بقى، شويه بهارات بالشطه، بهارات بالجبنه، وارمي بقى على الحاجات اللي هي هتاكل وهتتسلى بالليل وهي قاعده. جميله جميله جميله. بس خلي بالك عشان هي ايه؟ بتطرشق بره عشان ما تتلسعيش. بالراحه على بالك. شوفي تحفه اللهم بارك. ادي المقرمشات الجميله اللي باقل حاجه عملناها في بيتنا، سهله وخفيفه وما كلفتناش اي حاجه. شويه مكرونه بتبقى عندنا في البيت ونشفناهم اهو. خلصت التسالي والمقرمشات الجميله دي. جميله 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 ونضيفه وجميله، واحنا عارفين مصدرها ازاي. دي خلاص دي خلصت اهي. هعمل بقى معاها لسان العصفور. وهنا بقى هعمل لسان العصفور اهو ما شاء الله. شوفوا بقى لسان العصفور هيعمل ازاي. بيعمل زي الفشار. جميل برضه، جميل اهو وريحته تحفه. ولو عايزه رز بقى نفس اللي عملناه في لسان العصفور، في ناس بتعمله بالرز المصري او بالرز البسمتي، يعني يا ديد يا ديد. تحفه تحفه تحفه. وهتعملي بقى العيال تتسلى بيه وهي قاعده بالليل، بيبقى جميل. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شكله. هتطلعيه بقى ما تغمقيش عن كده. هصفي بس من الزيت اهو. ادي التسالي اللي ماليه النت والناس هتتجنن عليه. خفيفه وسهله ومش صعبه يعني ولا حاجه اهو ما شاء الله. تعالوا بقى كده، خلاص كده خلصت. هصفيها وخلاص. وكده بعد المقرمشات ما خلصت، شوفوا ما شاء الله. والله العظيم ده هم حبه صغيرين خالص. شوفوا ما شاء الله. ده لسه كمان في مكرونه كمان طري، يعني في منها طري لسه، يعني لسه ما حمرتش كله يعني. دول ما شاء الله اهو. دي كميه المقرمشات اللي انا ايه عملتها، بس انا ما حمصتش كلها علشان انا بعمل العيال اول باول. ودي كانت حلقه النهارده، وكان الفيديو بتاعي الجميل النهارده. اذا عجبك بقى معايا الفيديو وصلت لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ومع السلامه حبايبي.